قصة أغلى حقل بترول في العالم واللي اتباع ب $100 بس، أنت متخيل الرقم عامل إزاي؟ الموضوع بيبدأ في ولاية تكساس مع شخص اسمه بيل دارست، وده بطل قصتنا لما قرر إن هو يتخلص من الأرض اللي عنده واللي مساحتها كبيرة لكنه حاسس إن هي مش مفيدة ليه على الإطلاق وغير منتجة وغير مثمرة. وبالفعل يبدأ يدور على مشتري جديد للأرض لحد ما يعثر في أخينا اللي اسمه جو، ويبتدي يتفق معاه ويبيع الأرض ب $100 بس، ويا ريته أخد ثمنها. مش عاوزك تتصدم لما تعرف ان دارست باع الارض مقابل عربيه بالحصانين اللي بيجروها. انت متخيل العقليه اللي بنتكلم عليها عامله ازاي؟ الصدمه الكبيره كانت لعمنا دارست بعد ما باع الارض ب6 شهور بس، اعلن ان الارض دي تم اكتشاف حقل بترول فيها، وبناء عليه تم اعلان الارض دي واحده من اغنى واغلى الاراضي على مستوى العالم كله. والسخريه الشديده في الموضوع لما تعرف ان مكتشف الحقل قرروا ان هم يسموا الحقل باسم مين؟ دارست. وده نسبة لبيل دارست صاحب الأرض القديم اللي كان شايف إن الأرض